32 مليون سنة. ودكتور أحمد زويل اخترع جهاز بيصور بسرعة الفيمتو ثانية، والجهاز ده هو اللي أخذ عليه جائزة نوبل. ودي حاجة قلبت الدنيا في وقتها وفتحت باب الفضول للعلماء في عالم كان مجهول بالنسبة لهم. خلى العلماء يفهموا ازاي الجزيئات بتتفاعل، وبقوا يشوفوا التفاعلات الكيميائية واللي بتحصل في جزء صغير قوي من الثانية كأنها ماتش كورة. ولما شافوا وفهموا التفاعلات دي ظهرت اختراعات كتيرة قوي في مجالات مختلفة زي الطب والإلكترونيات وعلوم الفضاء. فمثلا ساعدت في كتير من العمليات الطبية اللي كانت مستحيلة قبل كده. والبيولوجيين قدروا يفهموا جسم الإنسان وأجهزته بتشتغل إزاي بالظبط وبمنتهى الدقة. إنجاز عظيم زي ده كان لازم يتكرم عليه. وفي 1999 فاز دكتور أحمد زويل بجائزة نوبل. دكتور أحمد زويل ابن دمنهور خريج كلية العلوم جامعة اسكندرية هو أول عربي مسلم يفوز بجائزة نوبل في الكيمياء. مش بس كده، ده كمان عمل وعرف البشرية على علم جديد تماما هو أول رواده اسمه كيمياء الفيمتو. وكمان كان أحد مستشاري الرئيس الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا، رقم 9 في قائمة شرف